السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات ليندا. كما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم راح تكون بدايه تاع تحضيرات رمضان. الحاجه الاولى اللي بديت بهاد لي ميني بانيني. انا فريمون بزاف نحبهم في رمضان مع الشوربه. نبدلو ماشي دائما بوراك دونك كل مره واش ندير، من داك ندير بلاباط فويتي، من داك ندير هكا بلا عجين، ومن داك بوراك. كما راكم تشوفوا هاد الوصفه راح تخرج لكم حوالي 24 حبه هكاك. الحاجه الاولى اللي درتها كيما شفتوا، درت 500 غرام فرينه، يعني رطل فرينه. زدت معاها مغرفه كبيره تكون معمره تاع خميره تاع الخبز. زدت معاهم تاني مغرفه كبيره تاع السكر. نسيا نخلطهم هكا، ونزيد تاني الملح. انا درت هنا مغرفه، وانتم شوفوا عينكم ميزانكم، يعني على حسب الكميه اللي واسيتوها. نزيد معاهم هنايا يعني هذا المكون اختياري، تقدروا تستغنوا عليه، مي اذا زدتوه راح فريمون يمد خفه البانيني تاعنا ويجينا كيما تاع البيع. دونك درت مغرفه تاع حليب بودره ولا حليب لحظه. دونك درت مغرفه كبيره تكون محمره، وفوالا. دونك خلطت وزدت زوج مغارف كبار تاع الزيت، ونبدا نخلط المكونات ديالي كيما راكم تشوفوا. يعني فريمون هاد البانيني يجيكم بزاف هايل. ما عندي ما نقول، انا هاد الوصفه اللي نعتمدها دائما، يعني هذه هي الوصفه المشتركه اللي قاعد يتفاهموا عليها. يعني هذه هي الوصفه تاع البانيني اللي تخرجهم لكم بزاف هايلين. هنا بالنسبه كيفاش بديت نجمعهم، جمعتهم انايا بالحليب. دونك درت كاس ونص تاع حليب. نتوما اذا ما كاش عندكم دونك تقدروا ديروا نص كاس برك تاع حليب، وتكملوا تجمعوها بالماء. مي دو بريفيرونس تواسيوها بالحليب، ماحش ياخذ منكم بزاف، ببري كاس ونص. اذا يعني كان بزاف راح ياخذ كاس، زوج كيسان غربه. فوالا. ومن بعد زيتك هنايا انا دو بريفيرونس هاد المعجنات تاعي كنحب نديرهم في البيتخا. نتوما اذا كان عندكم في البيتخا من الاحسن انكم ديرهم في البيتخا، يعني حيعجنهم لكم فريمون بزاف ولا اروع. مي اذا ما كانش عندكم تقدروا تعجنوها بيديكم، وما وشنو اعجنوها شويه مليح حتى تحصلوها على هذا القوام. شوفوا القوام اللي جات في العجينه تاعي، دونك تجي طريه، شويه تلاصق في اليدين، ماشي تلاصق بزاف مي شويه تلاصق، وتجي هكا قوام. شوفوا كيفاش جات شغل القوام راكم تشوفوا قدامكم. دونك فوالا. هذه هي. دونك السر تاعها هو في العجين، لازم تعجنوها مليح. هنا واش درت لها شويه تاع الفرينه وغطيتها نخليها تخمر تري بيان. هنا بعد ما خمرت العجينه تاعي راح نهبط لها هذاك الخمور تاعها. دونك هنايا ما كلناه ما نعاود نعجنها، ما ولا نهبط لها غير الخمر تاعها ونشكل كريات صغار. دونك هنايا كيما تحبوا تقدروا نفس الوصفه، يعني ديروهم طوال كيما اللي يتباعوا، سينو تقدروا ديرهم صغار كيما انا كيما قلت لكم مع الاول نحب نرافقهم مع الشوربه في بلاصه البوراك. دونك هنايا تقدروا تشكلوا كريات، سواء توزنوهم في الميزان. انا هنا درت عيني ميزاني برك. كيما قلت لكم خرجت لي 24 حبه يجوا صغار. دونك معليش ديرهم شويه صغار، باسكو من بعد كي نديرهم في البانينوز تاعنا، ولا ما ملي ما عندهمش بانينوز تقدروا ديرهم في الطاجين تاعكم. دونك راح كي نابزوهم راح شويه يكبروا يولوا سوا، يعني هذاك هو قسما نجوزوا بهم الشوربه، ماشي حاجه نشبعوا بها بزاف. هذه هي. كملت هنا الحبات تاعي كاع اونتر هنا راني نشكل فيهم بهذه الطريقه راكم تشوفوا فيها. دونك ندير لهم كويرات ونعبزهم هكا شويه. كنت خليت الفوق تاعي يسخن. دونك الفوق تاعكم من الاحسن انكم تسخنوه مليح. وهنايا مور ما نكمل نشكلهم واش راح ندير، راح نغطيهم ونزيد نخليهم يخمروا مره اخرى، ومن بعد ندخلهم للفوق تاعي. بالنسبه كي ديروهم للفوق شعلوا لهم من تحت برك، ديروا السنيوه تاعكم الفوق كامل. دونك طلعوها الفوق كاع، وما تخلوهمش يفوتوا في طيابهم ربع ساعه، يعني 10 دقائق على الاكثر راح يجوكم بزاف هايلين. نشوفوا انا شويه طبلت عليهم طابولي مليح من تحت، هي على باس ما يتحمروا لكمش من تحت. هنا يعني سنيوه دوزيام اللي كنت طيبتها كنت عسيتهم، يعني طابولي ولا اروع. دوك نوريكم كيف جاو الحبات التانيين. هنايا جبت هاد لي بواط تاع بلاستيك، يعني راهم يتباعوا عند كاع اللي يبيعوا الدوازن تاع الحلوى، يتباعوا واقيلا 2000 ولا 2500 على حسب الحجم اللي تشروه.
نستف الحبيبات تاعي مور ما بردو هاكا ندير ب6 ولا ب12 ولا نتوما على حساب الافراد العائله تاعكم هاكا باش تبدو ديريكتومون وتحشوهم. شوفوا هنايا الحبات تاع السنيوه دوزيام كيفاش جاوني، ما تحمروليش كاع من التحت، خليتهم 10 دقائق برك كيما قلت لكم. كي تدخلوهم للفوغ نقصولو كاع هذيك النار وطلعوهم من الفوق، هذا هو السر تاعهم باش يجونا ملاح. دونك هذه هي الوصفه تاع اليوم والفيديو تاع اليوم. احنا كنا لحقنا لافون تاع الفيديو تاعنا. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، تقولوا لي رايكم في كومونتير. نلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله من سلسله تاع تحضيرات رمضان.